السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك بكل خير. معي أنا خديجة برهان في برنامجك الأسبوعي أنا وأنتي. اليوم راح أتكلم معاكي عن موضوع الحسد. موضوع مهم جدا، حابة أني أنا أسلط الضوء عليه معاكي، لأنه مع الأسف الشديد أصبح هو الدارج وهو الكثير وهو اللي نعاني منه في حياتنا. في لقاء اليوم بإذن الله راح أتكلم عن تعريف الحسد وعن مثيرات الحسد، وبإذن الله تعالى راح أتناول كمان أسباب الحسد ونتائج الحسد وعلاج الحسد. وراح نتعرف من خلال لقائنا كمان اليوم عن سؤال مهم: هل ممكن الإنسان يحسد نفسه ولا لا؟ طيب، الحسد تعريفه بسيط جدا، هو تمني زوال النعمة عن الآخرين أو عن الآخر. وتمني زوال النعمة عن الآخر في الإسلام هو سوء خلق وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى المنعم المتفضل على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحسده. فبالتالي في صفة الحسد أو في سلوك الحسد تنتفي صفة الإيمان عن الحاسد، لأنه لا يمكن الحاسد اليوم يكون إنسان مؤمن. المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مقسم الأرزاق. المؤمن يؤمن ويصدق ويعلم أن الله سبحانه وتعالى عادل في تقسيم الأرزاق والخيرات وحتى الابتلاءات بين الناس، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم ولا يظلم عنده أحد. المؤمن عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، فبالتالي ما يتناسب أبدا مع حالة الإيمان أنه الإنسان يمارس الحسد. والحسد هو خلق من أخلاق الشيطان، يعني ما أخرج إبليس من الجنة إلا الحسد. لما الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم، رفض إبليس السجود وكان مبرر أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله سبحانه وتعالى أمره أن يخرج منها. فأول ذنب أخرج إبليس هو الحسد. طبعا الحسد لما يحدث له أسباب وله مثيرات لأجلها تحدث أو يحدث لأجل الحسد، لكن الحسد كحسد لحاله لا يمكن يتأتى عند الإنسان. يجب أن يرافق الحسد خلق آخر، إما أن يأتي الحسد ومعه الغيرة، وإما أن يأتي الحسد ومعه الكبر، وإما أن يأتي الحسد ومعه الحقد، وإما أن يأتي الحسد ومعه الجهل. بعض الأحيان الإنسان يحسد لكنه ما يدرك أنه هو قاعد يمارس الحسد جهلا فقط، وهذا يقع كثير. لذلك دائما في الحسد عندنا إشكالية اللي هي ممارسته سهلة، والحسد من أمراض القلوب أساسا. وبعض الأحيان نحن نمارس الحسد في حياتنا من غير ما نشعر، من خلال المقارنات. نقارن أنفسنا بالآخرين، نقارن حياتنا بالآخرين، نقارن أولادنا بالآخرين. فدائما مثلا بعض الأحيان نقول مثلا ليش ولدي بهذا الشكل أو هذا تصرفاته كذا، وولد الناس مثلا ولد أختي ولد أخويا مو كذا، أو ليش ولدي مو متفوق في الدراسة زي أولاد الناس، أو ليش أنا حياتي دائما فيها شقاء ومعاناة وامتحانات وتعب حتى من وأنا صغيرة، وممكن تكون أختي أحسن حالا مني، وبالتالي أقارن حياتي مع حياتها. أو ليش أقول أنا ما عندي حظ في الدنيا لكن فلانة من الناس عندها حظ، أو ليش زوجي بهذا الشكل وزوج فلانة ما هو كذا. هذه المقارنات اللي نحن نتكلم فيها بعض الأحيان بيننا وبين أنفسنا، ويقع من الإنسان هذا الشيء حتى هو يعلم، لكنه ما يدرك أنه هذه المقارنات هي بداية دخول الحسد إلى النفس. فبالتالي بالمقارنات هذه أنا قاعد أعطي مجال لنفسي اليوم أنا أتعلم الحسد بدون ما أدري، بشكل غير مباشر. طيب إيش الحل؟ هل الإنسان ما يقارن نفسه بالآخرين؟ الأصل أن الإنسان يقارن نفسه بنفسه في أي جانب من جوانب الحياة. وإذا كان يبغى يقارن نفسه في أمور الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أنه الإنسان يجب أن ينظر في أحوال أهل الدنيا إلى من هو أقل منه، لأن ذلك أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه.
نحن اليوم لما نقارن أنفسنا أو في أمور الدنيا نشوف الناس الأقل حظا مننا والأقل حالا مننا والأضعف مننا، راح نعرف إحنا قد إيش في نعمة عظيمة وفي سرور وفي ستر من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا اليوم إحنا عيوننا مع الأعلى مننا مستوى في المعيشة، مستوى في الدراسة، مستوى في المكانة الاجتماعية، أعلى مننا في مستويات أهل الدنيا وفي مقاييس أهل الدنيا، فنحن بهذه المقارنة إحنا فقط نضع بذور تعلم الحسد، لأنه حندخل في مرحلة ثانية غير الحسد، حيكون تنافس. والإنسان دائما يوجد لنفسه العذر والمبررات لما يبغى يسوغ لنفسه ممارسة سلوك معين هو مو صحيح، فيبدأ يقول أنا أساسا أبغى أنافس فلان. لكن المسألة ما هي منافسة، المسألة أنه أنا حبدأها منافسة، لكنني سوف أتحول بدون وعي مني وبدون إدراك ولا شعور إلى ممارسة الحسد، وهذا ما يحدث. وفي الإسلام سبحان الله ما عندنا شيء ذكر في المنافسة إلا في أمور الآخرة والتسابق إلى رضا الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إيش قال؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني هو في طلب رضايا ولنيل رضايا فليتنافس المتنافسون. هذه هي المنافسة الحقيقية اللي المفروض نحن نسعى لها. لكن مع الأسف الشديد انخراطنا وتعمقنا في الواقع وبعدنا كثير يعني عن الله سبحانه وتعالى وعن فهم الهدف الذي من أجله نحن أساسا موجودين في هذه الحياة الدنيا، جعلنا نتنافس على أمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش في أمور الدنيا؟ لو أن لابن آدم جبل من ذهب لتمنى الثاني، ولو كان عنده 2 لتمنى الثالث، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. فلهذه النبوي واضح جدا في مسألة المنافسة، لأنه الإنسان بمجرد ما ينافس دائما حيطلع أن يكون الأفضل والأكبر والأعظم والأجمل بهذه الصيغة المطلقة، وهذا حيؤدي به إلى أنه يحسد، لأن الله سبحانه وتعالى أساسا خلق الخلق مختلفين في القدرات والمهارات وفي الإمكانات، ووزع الأرزاق على هذا الأساس، فجعل هذا أحسن من هذا في أمر ما، لكن ذاك الأقل هو أفضل في أمر آخر. كإنسان دائما إذا يتطلع أو ينظر لما في أيدي الآخرين فهو تلقائيا بيتعلم الحسد. هذه هي الطريقة اللي احنا نتعلم بها الحسد كأشخاص يعني واعين وكبار جدا يعني. طيب أولادنا هل يتعلموا الحسد مننا؟ أكيد يتعلموا الحسد مننا من غير ما نقول لهم. إذا اليوم نحن نقارن بين أولادنا مع بعضهم البعض، والله ولدي فلان أحسن من ولدي علان يسمعني، أو ولدي هذا أجمل من هذا، أو هذا أطول من هذا، أو هذا أشطر من هذا، أو هذه البنت هي أفضل من هذه البنت، هذه كسلانة وهذه نشيطة، هذه تسمع كلامي هذه ما تسمع كلامي، هذه شعرها ناعم هذه شعرها مناعم، هذه بيضة هذه سمرة. أنا أكون بهذه المقارنة التي يسمعونها أولادي، وأنا ما أقصد فيها أن أنا أعلمهم الحسد، إنما أدخل في نفسهم أول شيء الغيرة من بعضهم البعض، ثم بعد ذلك تنتقل الغيرة إلى أن تتحول إلى حسد. وهذا اللي احنا قلنا عليه، إنه الحسد ما يجي لوحده، الحسد يجي معاه شيء آخر حسب الظرف والوضع وعمر الإنسان نفسه. فيبدأ الإنسان بالغيرة ثم ينتقل إلى أنه يحسد. ليش؟ لأنه الصغار دائما أو الأبناء ينظروا للحياة من خلال عيون آبائهم وأمهاتهم. فالأب والأم اليوم لما ما يقارن بين أولاده ويقبلهم زي ما هم، ينشأوا عندهم ثقة عالية جدا بأنفسهم وبقدراتهم ومهاراتهم، وعندهم قبول كبير جدا لنفسهم. لكن إذا دخل الأب والأم في موضوع المقارنات على مسمع ومرأة من الأبناء، فهم بيقللوا من ثقة الأبناء بأنفسهم. ومع الأسف الشديد لما يسوي زي كده الآباء والأمهات، يجوا للابن اللي عنده شعور منخفض أو عنده ثقة منخفضة بنفسه، يعطوه مواعظ وشروحات ومحاضرات طويلة عريضة في مسألة الثقة بالنفس. لازم تكون واثق من نفسك، أنت عندك وأنت عندك وأنت تمتلك هكذا. ما يحتاج الابن والبنت أن يسمع اليوم إيش يمتلك، إنما يحتاج أن يشعر بهذا الشيء من خلال والديه، ينظر في عينهم، يشوف هذا الشعور متجسد في نظرتهم في تعاملهم. إذا اليوم أنا اليوم ولدي أبغى يكون عنده ثقة بنفسه،
ما يدخل عنده مسألة الحسد داخل نفسه، لازم أنا أعلمه هذا الشيء من خلال عدم مقارنته بأي أحد. المقارنة مو بالضرورة تكون بعض الأحيان بين الأخوان، حتى الولد ولا البنت يتعلموا الحسد. بعض الأحيان حتى مقارنته بزملائه يعلموا كمان كيف يكون الحسد. إذا نلاحظ أن احنا بنتعلم الحسد الآن في الواقع الحالي بطريقة غير مباشرة. طيب إيش مثيرات الحسد؟ إيش اللي يثير الحسد عند الناس مع بعضهم البعض؟ مثيرات الحسد كثيرة، لكن أبرزها اللي هي التحدث بالنعم. لما الإنسان يتحدث بالنعم التي أعطاه الله إياها فهو يثير الحسد عند الآخرين. طيب هل ما نتحدث بالنعم؟ الله سبحانه وتعالى بيقول أما بنعمة ربك فحدث. نحن دائما عندنا مع الأسف الشديد فهم ناقص لبعض الآيات. أما بنعمة ربك فحدث مو معناها الحديث هو التحدث بها والكلام بها، وإنما العمل بهذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. نحن دائما في الأمثال إيش نقول؟ الأفعال أبلغ من الأقوال. فأنا إذا الله سبحانه وتعالى اليوم أنعم علي بشيء ما، يجب أن يرى الله سبحانه وتعالى ما الذي سأصنع به، ويرى الناس هذا فضل الله ما الذي سوف أصنع به. الله سبحانه وتعالى إذا أعطاني مال كثير، ما في داعي اليوم أدور في المجالس وفي اللقاءات العائلية وفي الجروبات إنه كيف إنه عندي فلوس وعندي 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 وعندي، لأنه هذا الكلام أو التحدث بالنعم هو يفتح الآذان والأنفس والقلوب لما لا يحبه الله من سلوك الغيرة. نحن بالكلام عن النعم بنستفز الناس اللي ما عندهم هذه النعم. وفي الأقوال دائما إيش يقولوا؟ هو الحسد نومه خفيف. فاليوم أنا ما أعرف قلوب الناس إيش فيها وماذا تحتوي. قلوب أي أحد، حتى لو كان قلوب أخواني وأخواتي، حتى لو كان صديقتي، حتى لو كان والدي، فتحدثي بالنعم يجر علي بعض الأحيان مشاكل. طيب أنا ما أتحدث بالنعمة؟ إحنا قلنا بدلا من الكلام عن النعم إنما أتحدث عنها عمليا، فأضع هذه النعم فيما يحب الله. إذا عندي فلوس زايدة وجاني خير، أظهر نعمة الله علي من خلال إيش؟ أصرف على نفسي، على أولادي، أعين به أحد، أتصدق به، أهدي من هذا المال شوية. هذا هو التحدث، وهذا الفعل والسلوك هو اللي يحب الله سبحانه وتعالى. والنعم ليست المال فقط، إنما بعض الأحيان يكون العلم كمان من النعم لله سبحانه وتعالى يؤتيها للإنسان. فإنسان ما يجلس مثلا يتباهى والله أنا عندي العلم الفلاني وأعرف كذا وأعرف كذا. هذا التباهي يقودنا إحنا إلى إثارة الحسد والغيرة في نفوس الناس من حولنا. خليني أتوقف معاك شوية وأطلع الفاصل ونرجع نكمل مثيرات الحسد. رجعنا بعد الفاصل نكمل موضوعنا عن الحسد ومثيرات الحسد. إذا كنا وقفنا عن أن الإنسان من النعم كمان التي يؤتيه إياها الله أن يكون عنده علم، فهذا العلم هو من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب فأنا اليوم لما أعرف أنه العلم الذي عندي هو من عند الله سبحانه وتعالى، ما في داعي اليوم أجاهر وأمدح نفسي وأثني على نفسي وأشوف نفسي فوق الناس بسبب هذا العلم، لأنه الله سبحانه وتعالى قادر أن يسلبني إياه. وما في داعي أن أنا أستثير كل من حولي بهذا العلم، إنما بالعكس وجود هذا العلم أدعى أن الإنسان يعمل به وينشره ويكون متواضع جدا. لأنه مع الأسف الشديد بعض الأحيان نشوف الناس عندها شهادات ودرجات علمية عالية، لكنهم يشوفوا نفسهم أنهم أحسن من الناس وفوق الناس، لذلك يكونوا أكثر الناس هم عرضة لهذا الحسد. ربما اليوم عندنا فلان الناس عنده هذا العلم بفضل الله سبحانه وتعالى، وفلان الناس الآخر ما عنده هذا العلم بسبب ظروفه بسبب اللي يكون. فكونه يعني يتباهى بهذا العلم فهو يثير في نفسه الحسد والغيرة. ونحن مأمورين شرعا في الإسلام نحن نحافظ على قلوب بعضنا البعض إنه ما يصيبها شيء من هذه المشاعر. فنحن أدعى أن نحن نحافظ على إنه أنفسنا تكون وقلوبنا تكون طاهرة، إن نحن ما نستفز الآخرين. ما أقول اليوم أنا والله تكلمت بكيف وهو خليه يحسد ولا ما يحسد، أنا مالي دخل. كيف ما لنا دخل؟ نحن المؤمن أخو المسلم.
إذا كان المسلم أخو المسلم معناها أنه أنا لازم أكون حريصة أنه ما يصيبه شيء من أمراض القلوب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا أنا اليوم ما أحب أن أحد يتباهى علي ويشوف نفسه علي، معناها أنا كمان ما أمارس هذا السلوك على الناس. فهذا من مثيرات الحسد. كمان من مثيرات الحسد قلنا احنا التحدث بالنعم. مثلا المرأة تنجب، يعني حملها ما شاء الله تبارك الله يكون سهل، ولا عندها الكثير من الأولاد، دائما تتكلم عن هذا الموضوع، ويكون كلامها أمام امرأة مثلا الله ما أعطاها من الأطفال، أو أنه مثلا ما تقدر تحمل، أو أنه كل ما حملت أجهضت، يعني جدا حملها صعب. فذا كمان يثير الحسد والغيرة. أو إظهار السعادة أمام الإنسان الحزين، واللي عنده مصائب وعنده أمراض نفسية، ولا عنده مشاكل. امرأة تكون سعيدة جدا في حياتها مع زوجها، لكنها ما شاء الله تبارك الله في كل مجلس تذكر زوجها بالخير، وتذكر السعادة اللي هي عايشة فيها، وتتكلم فين راح وفين جو، لكنها ما تعرف إنه في بيوت وفي نساء أخريات ما عندهم ولا شيء من هذا كله. فهذا كمان مثير من مثيرات الحسد. كمان اللي هو من مثيرات الحسد اللي هو الإنسان يكون مثلا عنده عمل يشتغل ويتكلم بهذا العمل في وسط الناس اللي ما عندهم أشغال، يعني أحصل وظيفة أو حصول على الوظيفة سهل، فدائما يعني يتكلم بفوقية، فيثير حسد الناس اللي هم ما هم قادرين يتحصلوا على هذه الوظيفة. فهذا كمان من أعظم مثيرات الحسد. أو كمان اللي هو إظهار النعم. مثلا واحدة من النساء تلبس وتتأنق في لبسها وتبالغ في لبسها وتروح في مجالس النساء، تظهر الخير اللي هي عايشة فيه والنعيم اللي هي فيه، كمان هذا من مثيرات الحسد. فنقيس على كذا اللي هي دائما مثيرات الحسد أو أغلب مثيرات الحسد هو التحدث بالنعم. ونلاحظ هنا أنه سبحان الله الإنسان لما يتكلم بالنعم التي تصيبه أو يتكلم بلسانه، هو هذا اللسان هو اللي يجيب له المشاكل، هو اللي يستفز أو يوغر الصدور بالحسد عند الإنسان. طبعا الحسد نحن مو بالضرورة يكون يعني زي ما احنا نعرف، بعض الأحيان يكون الحسد غير صريح. يعني عندنا حسد صريح، أعرف فلان من الناس إنه والله عينه حارة. ليش؟ لأنه إذا سئل عن أي شيء ما يستحسنه، والله إيش رأيك في هذا الشيء الجديد؟ أيوة حلو بس ما ينفع كده، أو ما يليق عليكي، أو ما هو حلو عليكي، بهذا الشكل. زي ما احنا نقوله يعني اللي هو تكسير المعنويات. بدل ما انه حلو هذا الفستان عليكي جميل جدا ان شاء الله ملبوس العافيه، لا تيجي واحده تقول لك حلو الفستان عليكي بس هذا الفستان راح يطلعك مثلا جسمك مليان، راح يطلع العيوب، اللون ما يناسبك، ويكون ما في ولا من هذا كله، فقط انه هي عندها حسد وغيره من انه انت عندك هذا الفستان الجميل. او مثلا تبغى تشتري شيء معين فتطلع لك فيه عيوب، او تطلع لك عيوب في نفسك، فيظهر من كلامها أنه هنا في لمسة من لمسات الحسد قاعد تحدث. وفي عندنا الحسد الغير صريح اللي هو يكون عن طريق كثرة الأسئلة. لما يعني إنسان الحاسد هذا الغير صريح يسأل، لما يشوف عليك خير يسألك من فين، كيف حصلتي عليه، طب من فين جبتيه، متى جبتيه. كل هذا التحقيق فقط من الغيرة، حتى يعرف من فين حصلتي أنت على هذا الشيء وعلى هذا الخير، وبالتالي يعني يبدأ بعد كده طبعا نفسيا أو من داخل نفسه أو نفسها تمارس عليك الحسد، تتمنى أن يزول عنك هذه النعمة. ربما واحدة تكون مريضة وتتعافى، وواحدة ثانية ما هي مريضة فتستغرب يعني كيف تعافيتي. ليش؟ لأنه كيف صحتك أساسا استرجعتي صحتك وعافيتك وهي ما هي عارفة تسوي نفس الشيء اللي انت قاعدة تسويه. فكثرة الأسئلة بعض الأحيان، مو دائما، بعض الأحيان هي تدل على حسد مبطن أو غير صريح، أو غيرة مدفونة أو حقد مدفون، حتى أن الإنسان يعرف كيف حصلت على هذا الشيء فقط. وإحنا قلنا في تعريف الحسد أنه تمني زوال النعمة عن الآخرين. طبعا من أهم أسباب الحسد، ليش الإنسان يحسد؟ ليش يمارس الحسد؟ أول سبب هو قلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعدم معرفة الله حق المعرفة. معرفة الإنسان لله سبحانه وتعالى أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت العدل،
كل هذه الأشياء معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه الحسنى تخلي الإنسان اليوم يدرك أن الله عادل في قسمته، وما ينفع أنه يحسد، لأن الحسد سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى الذي يوزع الأرزاق ويقسمها بين الناس. ثاني سبب الجهل، جهل الإنسان، أنه ممارسة الحسد الإنسان بعض الأحيان ما ينتبه لها، فنلاقي عند هذا الإنسان جهل وما يظن أبدا أنه هو قاعد يمارس خلق من أخلاق إبليس أو من الأخلاق التي حرمها الله سبحانه وتعالى على المسلم. فهنا طبعا الجهل هذا مشكلة، أساسا هو الجهل مشكلة في كل شيء، فما بالنا بأفعال القلوب. بعد كده عندنا كمان اللي هو عدم الثقة بالنفس، كمان سبب من أسباب الحسد، عدم ثقة الإنسان بنفسه. إحنا قلنا المقارنات تولد عدم الثقة بالنفس، عدم ثقة الإنسان بنفسه كمان مثير قوي من مثيرات الحسد. وعدم تقدير الإنسان للنعم التي بين يديه، سواء قلت هذه النعم ولا كثرت، عدم تقديرنا لهذه النعمة من مثيرات أو من أسباب الحسد. نحن نحتاج اليوم نقف مع كل نعمة ونحمد الله سبحانه وتعالى عليها، سواء كانت صغيرة ولا كبيرة، لأنه أبسط طريقة للتقدير هذه النعمة هو السؤال الذي يطرحه الإنسان العاقل على نفسه: ماذا لو أن الله سلبني هذه النعمة؟ مو أني أقول أنا أحسن من غيري، لا، لو أني أنا ما عندي هذه النعمة أو هذا الخير أو هذا الأمر أو هذا الرزق، كيف راح يكون حالي؟ هذا أبلغ أن يخلي الإنسان اليوم يستشعر قيمة نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. طيب أنا اليوم كيف لازم أعالج الحسد مع نفسي أو مع الآخرين؟ أول شيء لازم أدرك أن الحسد سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فالإنسان هنا العلاقة هي مع رب العالمين، وهذا السلوك يكرهه الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يجاهد نفسه حتى يطهر قلبه من الحسد. ثاني شيء الدعاء، ثم الدعاء ثم الدعاء. دائما الإنسان لما يلح على الله سبحانه وتعالى أن يغسل قلبه من الحقد والحسد والغيرة ويصر على هذا الدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى راح يعطيه سؤله إذا صدق طبعا العبد. فالدعاء دائما ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء دائما يعلم الإنسان كيف يلجأ إلى من هو أقوى منه وهو الله سبحانه وتعالى في جلب الخير ودفع الضر عنها. الإنسان كمان من علاجات الحسد اللي هو بناء الثقة بالنفس، وأن الإنسان يبدأ يتعرف على نفسه ويبني ثقته بنفسه بطريقة أفضل بكثير مما هو موجود، ولا يستمع لآراء الآخرين عنه. يبدأ الإنسان يكون رأي خاص عن نفسه، ودائما يركز على إيجابياته ونقاط قوته والخير اللي عنده والمميزات والمهارات اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها. هذا أدعى لهذا الإنسان أنه يثق بنفسه، والثقة بالنفس دائما تخلي الإنسان ما ينظر لما عند الآخرين، دائما ينظر لما في يده ويحاول يحافظ عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قلوبنا وألسنتنا وأنفسنا وأعمالنا من أن يصيبها شيء من الحسد، وأن نتسبب للآخرين بهذا الحسد. كان هذا موضوع حلقة اليوم، حتى موعدنا القادم بإذن الله أتركك في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.